nothing compares to Egypt. جزيرة فيلة هي جزيرة في منتصف نهر النيل. هي إحدى الحصون الأقوى على طول حدود مصر الجنوبية، وتفصل النيل إلى قناتين معاكستين في أسوان. كان بها معبد فيلة وانتقل من مكانه الأصلي على جزيرة فيلة، وتم تجميعه على جزيرة آجيليكا، وذلك في أعقاب بناء السد العالي. ويرجع اسم فيلة أو فيلاي إلى اللغة الإغريقية التي تعني الحبيبة أو الحبيبات، أما الاسم العربي لها فهو أنس الوجود، نسبة لأسطورة أنس الموجودة في قصص ألف ليلة وليلة. أما الاسم المصري القديم والقبطي فهو بيلات أو بيلاخ، ويعني الحد أو النهاية، لأنها كانت آخر حدود مصر في الجنوب. ومجموعة العبادة كرست لعبادة الإله إيزيس، غير أن الجزيرة احتوت على معابد لحتحور وأمنحتب وغيرها من المعابد. شيدت معابد فيلة في الأصل لعبادة الإله إيزيس، وفي كل القرون اكتسبت فيلة مكانة خاصة في العبادات، لدرجة أن حشد من أتباع تلك العبادة كانوا يجتمعون لإحياء قصة موت وبعث أوزوريس. تم بناء المعبد الكبير خلال القرن الثالث قبل الميلاد، ثم تلاه معابد أمنحتب وأرسنوفيس. أما معبد حتحور فهو يعد آخر أثر بطلمي، والذي استكمل بناؤه قبل عام 1016 قبل الميلاد بواسطة إيروجيتس الثاني. ويعد معبد إيزيس واحدا من أضخم وأهم الآثار ضمن مجموعة المعابد الكبيرة والصغيرة فوق جزيرة فيلة.
وسهلا. محمد. اهلا يا محمد. رضوى. اهلا يا رضوى. شيماء. اهلا يا شيماء. محمود اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكم في برنامج او حلقه جديده من برنامج مصر جميله. معكم نصر سلامه مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبه. هصحبكم في زياره للمعالم الرئيسيه لمعابد جزيره فيلة باسوان. بدايه احنا عايزين نعرف الاسم عشان خاطر ما نستغربش من الاسم نفسه. احنا بنطلق على الجزيره جزيره فيلة مش فيلة. وعندنا اسامي مصريه قديمه للجزيره. عندنا الاسم المصري القديم اسمه بيلاك وكان معناه الحد او النهايه. وعندنا اسم اخر برضو عربي اسمه قصر انس الوجود. وعندنا اسم اخر برضو يوناني فيلاي. وكلمه فيلاي كان معناها محبه الحكمه او المحبه في حد ذاتها يعني. ده بالنسبه لتعريف بالمسمى الخاص بالجزيره اللي احنا عليها دلوقتي. بداية برضو نحب نشير إلى أن الجزيرة الحالية ما كانش مقام عليها أي معابد على الإطلاق. دي جزيرة بتسمى جزيرة إيجيليكا. وتم نقل جميع المعابد إلى الموقع الحالي في الفترة من 1972 إلى 1981. ده كان بسبب ايه؟ ده كان بسبب ان جميع المعالم اللي كانت موجوده على الجزيره كانت بتتعرض لغرق كبير جدا خلال الفتره الماضيه من 1902 الى بناء السد العالي. تقريبا كان المعالم الاثريه تكاد تكون بتختفي خلال فتره الشتاء. تعرضت لمخاطر كبيره جدا من اعمال الفيضانات وبالذات ان احنا بقينا ما بين سدين، سد اسوان في الشمال والسد العالي في الجنوب. ده دعا منظمه اليونسكو الى الاعلان العالمي او الاعلان التاريخي بتاعها الخاص بحمله انقاذ اثار النوبه وكان من ضمنها جزيره فيلة. طبعا عشان خاطر يتم الانقاذ ده ما كانش بيبقى بالامر السهل. الانقاذ كان بيعتمد على فك جميع الكتل الاثريه للمعابد ونقلها الى موقع اخر. تم نقلها بالفعل من الموقع القديم على بعد حوالي 500 متر واحنا في الطريق هنشوف الموقع القديم دلوقتي. وتم تشوين الكتل دي كلها في منطقه بنسميها منطقه الشلال. اتعمل سياج كبير جدا حوالين موقع الجزيره القديم من الواح من الحديد ومن الواح من الفولاذ عشان خاطر نمنع دخول الميه الى الجزيره اثناء اعمال الانقاذ. وفي هذه الاثناء تم اعداد الجزيره الحاليه اللي بنسميها جزيره ايجيليكا وتم عمل تربه خرسانيه ضخمه جدا عشان خاطر تستقبل البلوكات الحجريه دي. وتم اعاده البناء بالفعل بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا ده. وكان كمان عندنا اعمال تدعيم واعمال تقويه للجدران عن طريق تثبيت اسياخ ستانلس داخل الجدران وداخل البلوكات الحجريه عشان خاطر تاخد فتره يعني اقوى مما كانت عليه من قبل. طبعا هنلاقي في بعض الاجزاء فيها جزء من السواد اللي موجود على الاعمده وعلى جدران البايرون. طبعا دي من تاثيرات المياه. في الخلف مباشرة عندنا معبد الملك نختنبو. ومعبد الملك نختنبو بيرجع إلى العصر الأسرة ال30. ده المعبد بالشكل بتاعه لكن كان محاط بعدد أكبر كبير جدا من الأعمدة دي. المتبقي منهم حاليا 6 أعمدة فقط. المعبد مقام للآلهة إيزيس بشكل رئيسي وحورس وسخمت. استاذ نصر، هو دلوقتي المعبد ده لما اتنقل القطعه نفسها كانت كامله ولا نقصت؟ لا، هو المعبد بداية النقل تم فك جميع الكتل الأثرية للمعبد، فكها بالكامل ونقلها إلى منطقة الشلال. وصل عدد الكتل دي حوالي 40,000 كتلة حجرية وتم نقلهم مرة تانية بنفس الشكل بتاعهم وإعادة بنائهم مرة تانية بنفس ما كان عليه في الموقع الحالي. بمعنى ان مفيش اي حاجه من الكتل دي ناقصه اطلاقا كما هو. طيب دي تكلفتها طبعا كانت كبيره. كلفت 14 مليون دولار في هذا الوقت. معلش في اي اسئله؟ هو لما قبل ما تنقلوا حضرتكم هنا كانت بتقول حضرتك الغرقان لما الفيضان حصل كان في قطع اصلا اثريه غرقت ولا كان كله اكتمل وجب؟ يمكن لو تلاحظوا في بعض الافلام المصريه القديمه
بنلاحظ فيها ان احيانا قوارب بالفعل كانت صغيره، كانت بتدخل ما بين البايلون من الجزء العلوي، والحاجات دي متسجله فعلا عندنا، وفي عندنا داتا كامله على غرق المعبد بالكامل تقريبا. يعني كان بيبقى المتبقي منه او اللي ظاهر منه حوالي 2 أو 3 من الجزء العلوي ده فقط بس، لكن الصاله بتكون مغطاه بالكامل. وبناء على كده واثناء فتره الغرق دي كلها، عشان كده بنقول ان بقايا الالوان التاثير السوادي اللي موجود ده كان نتيجه لوجود كميه كبيره جدا من الطحالب اللي هي عملت التاثير ده، ولكن تم ازالته بمعرفه الترميم فيما بعد. هو المعبد اصلا انشأ ليه؟ يوم ما اتبنى ليه؟ ايه السبب؟ هي كلمه معبد بالشكل العام بتاعها، معبد يعني مكان نقدر ان احنا نقدس فيه الآلهة اللي احنا بنعتقد فيها، زيه زي ما يكون في مكان مسجد او كنيسة او ما شابه ذلك يعني. فده الاساس بتاعه مكان ديني عند المصري القديم، بينشئه عشان خاطر يتعبد فيه الى الآلهة المصرية القديمة. هم بيسموهم باسماء الملكات والملوك، بمعنى ان هو يعني فيلة، ليه يتسمى بفيلة مثلا؟ فيلة. هو فيلة، احنا قلنا يمكن في بداية الحلقة دي قلنا ان فيلة جاية اسمه مشتق من الاسم القديم اليوناني اللي هو فيلاي، وفيلاي معناها الحبيبة. الجزيرة مطلق عليها كلمة الحبيبة، او بيلاك الاسم المصري القديم ومعناها الحد الجنوبي او النهاية الجنوبية. ده المعنى. معلش دلوقتي اشمعنى المكان ده من الرومان؟ يعني في حوالين يعني المعبد القديم اكيد في مثلا اماكن تانية. نعم، بس احنا دايما بنلاقي الحضارة المصرية ومعالمها الممثلة في المعابد هنلاقيها ممتدة ومهتمين بها جدا في الجنوب. يعني انا كده عندي معبد فيلة، عندنا معبد كلبشة الى الجنوب منه، الى ما نصل الى معبد ابو سمبل في اقصى الجنوب. فاحنا عندنا كمية كبيرة جدا من المعابد موجودة. ولكن انا عايز اشير بس الى حاجة مهمة، المعابد المصرية كلها بلا استثناء تقريبا مقامة في الجانب الشرقي من النيل، لكن هذه المعابد مقامة على جزيرة، وعشان كده من ضمن الاسامي الحديثة هي لؤلؤة النيل في مصر اللي هي جزيرة فيلة نفسها. اتفضل. احنا هنا كده في الفناء المفتوح او الفناء المكشوف، زي ما احنا ملاحظين مكشوف تماما الى السماء مباشرة. ده كان طبعا متاح للجميع ان هو يتواجد فيه، لعامة الشعب ان هم يتواجدوا فيه. بيميز الفناء ده مجموعة من الأعمدة او صفين من الأعمدة، ده الجانب الشرقي وده الجانب الغربي. الجانب الشرقي فيه حوالي 17 عمود. هنلاحظ ان الستة الاولانيين تقريبا التيجان بتاعتها مكتملة. الجانب الشرقي اللي هنا 6 بس تيجانهم مكتملين، ولكن بقية الأعمدة ما اكتملوش. ليه؟ بيكون نهاية عصر الملك نفسه، ما تمش الاستكمال بعد كده. بالنسبة للجانب الغربي هنلاقي عندنا حوالي 31 عمود. اتفرجوا على اتجان الأعمدة وعلى النقوش اللي موجودة فيها والزخارف اللي بتعتمد على البردي وعلى اللوتس وأحيانا على بعض وحدات من العنب. عايز أشير إلى إن في امتزاج كبير جدا في المعبد ما بين 3 حضارات، ما بين الحضارة المصرية، ما بين الحضارة اليونانية، وما بين الحضارة الرومانية. ده ساهم عندنا في إيه؟ ساهم إن هو يعمل لي تشكيل جميل جدا من النقوش النباتية اللي هي بتميز قمة كل عمود، بنسميه تاج الأعمدة دي، ووحدات متداخلة ما بين مصر واليونان والرومان. ودي فعلا ممثلة بشكل كبير جدا وبشكل جميل جدا في جميع الأعمدة الممتدة عندنا. وهتلاحظوا برضو ان في تنوع في تيجان الأعمدة. التاج اللي موجود قدامي ده هيختلف عن اللي جنبه، هيختلف عن اللي جنبه، وهكذا. في إسراء، يعني ما بيكررش نفس الوحدة مرة تانية، لكن هنلاقي ان هو ايه بيختلف في التشكيل بتاعه. واتخيل برضو ازاي هو بيقدر يعني ينقش وينحت في الحجر الرملي عشان خاطر يوصل للتقنية الممتازة اللي هو عاملها دي بالدوران اللي موجود ده. طب حضرتك سؤال، هو بيقعدوا قد ايه يعني على كل عمود؟ المدة اللي هي الزمنية اللي بياخدوها كل عمود، او
قمه الاستهلاك بتاعه في العمود الواحد. هو ما نقدرش احنا نحدد قد ايه، لكن احنا عارفين تاريخيا كده من بدايه الاعمال المعماريه في المعبد الى نهايتها اخذت حوالي 5 قرون. وفي فكرة معينة في اختلاف مثلا النقش اللي فوق ده، ولا هما اللي بيعملوا كده؟ لا، الفكره الاساسيه التميز، ان هو عايز يقول انا عندي افكار جديده، لان هو لو عمل بالفعل اسطمبه ما ضافش شيء، يبقى الاول والثاني والثالث كله زي بعض. لكن التنوع الجميل اللي هو عامله ده عايز يقول ان انا بتميز في الفنون بتاعتي، وان انا بشكل من الحضارات المختلفه المصريه واليونانيه والرومانيه، وابدع في التمازج واعمل خليط من النباتات المختلفه اللي بتشتهر بيها الحضارات دي. وانا كنت عايزه اسال حضرتك برضو، هو سبب اختلاف ان هو يختار مثلا العنب، ايه السبب ان هو يختار الفاكهه دي معينه وينقشها على عمود من المعبد؟ زي ما احنا بنقول البرد واللوتس مشهور جدا في الحضاره المصريه، تمام. العنب مشهور جدا في الحضاره الرومانيه. يعني جداً. بياخدوا الحاجه البارزه الموجوده فيدمجوها ويعملوا بالظبط بيها نقش. بالظبط، بيعمل مزج ما بين اهم المظاهر الحضاريه اللي موجوده ويسجلها على تيجان الاعمده. طيب معلش، هو ايه معنى الحاجات اللي بتبقى على العمود نفسه؟ الرسومات يعني؟ هي جميع الكتابات والرسومات بتمثل مجموعه من الالهه، سواء كان الهه مصريين او قصدي الملوك، ملوك مصريين او ملوك بطالمه او ملوك رومان، وهم بيقدموا القرابين وبيقدموا الاهداءات والتبجيل والتعظيم للالهه المصريه. وده بيعملوا ليه؟ عشان خاطر يدي انطباع للشعب اللي بيزور هنا ان الملك البطلمي او الملك الروماني ده بيقدس الالهه بتاعته، وبالتالي ياخد الاحترام والحب الكافي ده. ده كله ملوش ليها علاقة ببعض أصلا؟ لا، مختلفة زي ما احنا شايفين، في اختلاف. ممكن تتكرر الوحدة بعد فترة، لكن لازم الاقي اللي جنبيه مختلف وهكذا. احنا دلوقتي داخلين على ايه؟ داخلين على البوابة الرئيسية، المدخل الرئيسي للمعبد الهام في المنطقة اللي هو معبد إيزيس، وده اللي عشانه انشئت المعابد اللي موجودة تقريبا في الجزيرة. عندنا معابد مختلفة تانية، عندنا أرسنوفيس وعندنا مندوليس وعندنا غيره، لكن بالنسبة لإيزيس تعتبر المعبود الرئيسي اللي موجود عندنا. البايرون ده بنسميه بايرون، بالنسبه احنا كاثريين بنسميه بوابه، وبنسميه المدخل الرئيسي. بالنسبه لكم انتوا بقى نشوف العظمه بتاعه المدخل ده عباره عن ايه. عندنا برجين، في برج يمين وفي برج شمال. الضخامه اللي موجوده دي كلها بتمثل ايه؟ يعني ايه نعمل البوابه بالضخامه دي كلها؟ هو عاوز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان انت هتبتدي تدخل منطقه مقدسه، زي ما اكون داخل لقصر ملكي مثلا. مش مفروض ان انا هدخل مباشره، المفروض ان انا هتقابل مع مجموعه من الابواب معلش حضرتك، هتتبع بعضها، وبعد كده هنتقل الى قدس الاقداس. طب اتفضل. فرقت ايه اليمين عن الشمال؟ يعني وانت بتقول برجين، برج يمين وبرج شمال، يعني هم مش الاثنين إيزيس؟ لا، هو اليمين والشمال بيمثل بيها الشرق والغرب. طب يعني دي فيها حاجه، يعني دي فيها رسومات غير ديت؟ لا، هي الرسومات تقريبا بتكاد تكون واحده، ولكن في تمييز عندنا لما يجي يظهر لنا على سبيل المثال نقش الواضح جدا للملك بطليموس الثاني عشر وهو بيقهر مجموعه من الاعداء. شايفين واقف ازاي؟ واقف، هو الرسم مهشم شويه، ولكن في يد بيقبض بيها على شعور رؤوس الاعداء، ودي قمه الاذلال للاعداء دول.
وعشان يقول لنا ان هو ماسك مجموعه كبيره جدا بيعمل بروفيل للوجوه بتاعتهم وايديهم بتحاول ان هي تستغيث، واليد الثانيه ماسك معاها المقمعه خاصه بالقتال على اساس ان هو هيهوي بيها على رؤوسهم. هو عايز يثبت هنا ايه؟ بيثبت ان عنده من القوه ما يكفيه على قهر اعدائه. دي رقم واحد. رقم اتنين، القوه والعظمه اللي موجوده دي بتدل على ايه؟ بتدل عندنا على قوه الملك نفسه. رقم ثلاثة، زي ما احنا عندنا حاليا اعلام مرئي، مش كده؟ عندنا شاشه ممكن نتفرج عليها، صح؟ تمام. انا بعتبر ان دي اكبر شاشه اعلاميه موجوده. مش كده بس، الاعلام ممكن ينتهي، ممكن يطفي، ممكن يتفصل، ممكن يتغير، الاثار موجود. ده ما بيتغيرش. دي شاشه اعلاميه فتحها الملوك البطالمه عشان خاطر يبث حاجات معينه خاصه بيه. من ساعه ما اتفتحت لغايه دلوقتي لم تغلق ومش هتغلق. وهو من هنا كل اللي هو بيسجله وعايز يوصله لينا وعايز يوصله للشعب في ساعتها بيوصل بالفعل. فعشان كده انا بعتبر ان الجزء ده اللي قدامنا او البايلون ده اللي قدامنا، بعتبر ان هو شاشه اعلاميه بيقدر من خلالها الملك المصري ان هو يوصل افكاره واي رساله خاصه بيه واهم الانجازات اللي هو عملها، مش للشعب بتاعه بس، واللي هيجي بعده وبعده وبعده لغايه ما جالنا احنا لغايه دلوقتي. فدي يعني انا شايف في اهميه كبيره جدا للنقوش اللي موجوده. الجزء العلوي هنشوف الملك البطلمي بيقدم قرابين او بيقدم هدايا لمختلف الالهه المصريه، سواء كان اوزوريس او ايزيس وحورس. ودي اللي احنا بنتكلم عليها من شويه، ان المعبد الهدف الرئيسي منه اثبات ان الملوك بيقدموا الهبات المختلفه للالهه المصريه، وبالتالي هو كده بيتقرب لمين؟ بيتقرب للشعب المصري وهو اصلا ما كانش مصري. هو في فكرة اختلاف التيجان اللي ضحكينها؟ التيجان دي هي اللي بتدينا شعار كل شخصيه من الشخصيات اللي شايفينها. الملك اذا كان لابس تاج الشمال، انتوا خدتوا قبل كده لو نفتكر تاج الشمال والجنوب، ده خاص بالملوك. عندنا بقى الالهه اللي موجود عليها دايره وزي قرنين وبعد كده علامه زي الكرسي الصغيره فوق، دي الالهه ايزيس. دي فين؟ لو خدنا من الاولاني خالص، الملك البطلمي بيقدم لمين؟ اللي قاعد ده بيقدم لاوزوريس، وده التاج بتاعه. خلفه مباشره الالهه ايزيس. طب نيجي الملك الثاني بيقدم لمين؟ للاله ايزيس تاني، هتلاقوا نفس الشعار بتاعها او الرمز بتاعها. خلفها مين؟ خلفها الاله حورس. فاحنا بنقدر نحفظ الاتجان دي والاشكال الرئيسيه عشان خاطر نقدر نميز بين الالهه المختلفه وبعضها. طب عندي استاذ ناصر، كنت عايز اسال حضرتك، هو ايه سر ان في نقش، في تهشم ونقش لا؟ دي ملاحظه جميله موضوع التهشم ده. لو لاحظتوا البوابه الرئيسيه على اليمين والشمال في علامتين صغيرين كده بتمثل الصليب. شايفينهم؟ ايوه. علامتين صغيرين بيمثلوا الصليب. خلال بدايات العصر المسيحي، ودايما اي ديانه بتبقى محتاجه ان هي تفتح المجال للعقيده بتاعتها الجديده. العقيده بتاعت ايزيس استمرت الى سنه 500 ميلاديه، يعني 500 بعد ميلاد السيد المسيح. في جزء في الداخل اتحول الى كنيسه، ولما نحول جزء الى كنيسه واحنا ما عندناش غير ديانه واحده وعقيده واحده بس، انا بحاول في الحاله دي اعمل ايه؟ اطمس العقيده اللي كانت موجوده قبل كده، اللي هي ايزيس. مش ايزيس بس، وجميع الالهه اللي موجوده. عشان كده هنلاقي ان في تهشيم لكل المناظر اللي موجوده في البرج اللي بنسميه ده الغربي. البرج الشرقي هتلاقوا الجزء السفلي تحت تقريبا محتفظ بنفس الشكل بتاعه، يعني محدش جه ناحيته. ليه؟ احنا قلنا من شويه ايزيس اهي، ايزيس واقفه اهي وقدامها مين؟ حورس. ها؟ فوق منهم على طول هتلاقوا في 4 مربعات، 4 مكعبات محفورين في الحجر الرملي. ال4 تجاويف المربعين دول كانوا بيمثلوا ايه؟ دول كانوا بيمثلوا اماكن بيتم وضع عروق خشبيه فيها، عروق خشبيه بتبقى ممتده بتمثل اسقف لمجموعه من المنازل. يعني الجزء ده كان مستخبي، كان بيعتبر خلفيه البيت، وبالتالي ما كانش ظاهر. ما دام هو مش ظاهر يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل فيه اي اعمال خاصه بالتشويه. لكن الجزء ده اللي قدامنا كان بالكامل ظاهر كده، فعشان كده كان لازم يتعمل فيه اعمال التشويه اللي اتعملت. بس هو
النقش ده المكتوب. انت قلت هنا المعبد ده ديني، يعني النقش المكتوب دي كلها دي يعني دين؟ النقش المكتوب الصغير ده. كل ملك من الملوك سواء كان ملك مصري أو ملك بطلمي أو ملك روماني عمل مشاركة بأي شكل من الأشكال في بناء المعبد بيتم تسجيل اسمه وأهم الحاجات كمان اللي هو عملها. فده عشان كده هنلاقي فيه تسجيل كبير جدا من الكتابة. ألفت النظر برضو إلى أن المعابد بتحتوي على كمية كبيرة جدا من الكتابات المصرية القديمة والديمقراطية واليونانية واللاتينية والفرنسية، وهنشوف الفرنسي دلوقتي. هنلاحظ ان بيتقدم برضو المدخل الرئيسي اسدين من العصر الروماني، وعندنا قاعده شايفينها واضحه اهي. القاعده دي كانت بتحمل مسله، المسله دي ليها شهره عالميه بالنسبه لعلماء الاثار على مستوى العالم، يعني لان بتسمعوا طبعا عن شامبليون العالم الفرنسي اللي قدر ان هو يفك رموز الكتابه الهيروغليفيه القديمه. شامبليون استعان بحاجتين اثناء فك رموز الكتابه المصريه القديمه، بحجر رشيد وبالمسله بتاعه كليوباترا اللي كانت موجوده عندنا هنا وحاليا بتزين احد الميادين الهامه في انجلترا. اتفضل.